اما اروح بقى اجيب شوية حاجات من السوبر ماركت. يا ابني يا ابني. نعم يا حاج، في ايه؟ ينفع يا ابني تشيل الشنطة دي؟ انا مش قادر، الشنطة تقيلة قوي. ينفع توديها لحد البيت بتاعي؟ ماشي يا عمو، هاتها، اكيد هوديها، هاتها بس. ماشي يا ابني، خد الشنطة وديها لحد البيت بتاعي وطلعها فوق. حاضر يا عمو، من عينيا، انا هعملك كل اللي انت عايزه. تسلم يا ابني، تسلم لي والله. شكرا يا عمو، على ايه؟ ايه يا ابني، هو انت اتأخرت قوي كده ليه؟ معلش يا تيتا بقى. اصل كان في راجل عجوز معاه شنطة تقيلة قوي وقال لي اشيلها له لحد بيته، وانا بصراحة صعب عليا قوي، ما كانش قادر يشيلها. رحت شلت له الشنطة ووديتها له البيت. جدع يا حبيبي، جدع. يا تيتا انا بحب اساعد كل الناس وهو صعب عليا قوي. طيب يلا بقى يا حبيبي عشان تاكل، انا عملت لك كل الاكل اللي انت بتحبه. عملت لك فراخ ولحمة، كل حاجة. يلا بقى عشان تاكل. بجد يا تيتا عملتيلي كل الاكل ده؟ طب يلا بقى، ده انا هموت من الجوع. يلا يلا. تين. قوم يا ابني، قوم شوف مين اللي بيرن على الباب. حاضر يا تيتا، انا قايم اهو. السلام عليكم. عليكم السلام، انت مين؟ انت لازم تيجي معايا دلوقتي حالا. ايه؟ يجي معاك؟ يجي معاك فين؟ لازم يجي معايا القسم دلوقتي حالا. يجي معاك القسم ليه؟ هو عمل ايه؟ انت عملت ايه يا واد؟ انا ما عملتش حاجه والله يا تيتا، انا مش فاهم هو عايزني اروح معاه ليه. انت لازم تيجي معايا القسم دلوقتي حالا، عشان هيتحقق معاك في قضيه قتل. قتل؟ ايه؟ انت عملت ايه؟ يا تيتا والله العظيم ما عملتش حاجه. قتل ايه؟ انا ما قتلتش حد. يلا تعالى بقى معايا. خلاص يا تيتا، انا هروح اشوف الموضوع ده وهجيلك على طول، ما تقلقيش. انا ما عملتش حاجه بجد. ابني مستحيل يعمل كده، ده عبيط خالص، عمره ما يقتل اي حاجه. ازاي تقول ان هو قاتل؟ احنا لازم نحقق معاه عشان نعرف في التحقيقات اذا كان هو مظلوم ولا لا. طيب انا هاجي معاك، يلا بينا. انا عملت ايه بس؟ طلعوني برا. انتوا حابسيني ليه؟ انا ما قتلتش حد. انا مش عايزه اسمع كلام خالص لحد ما يتحقق معاك. انا والله ما قتلتش حد، انتوا ليه بتقولوا عليا كده؟ الكاميرات جايباك وانت كنت شايل شنطة، والشنطة دي كان فيها جثة مقتولة. ايه؟ انا انا شلت شنطة فيها جثة مقتولة؟ ايوه، كنت شايل شنطة سودة. لا، ما حصلش، دي الشنطة دي كانت بتاعت الراجل العجوز. هو قال لي اخد الشنطة عشان ما كانش قادر يشيلها عشان تقيلة عليه. بس الكاميرات مش جايبة اي حاجة من اللي انت بتقولها دي خالص. والله ده اللي حصل، صدقني. انا مش هعرف اصدقك من غير دليل، لازم يبقى فيه دليل. طب دليل ايه؟ طب اجيب الراجل ده منين؟ انت بكرة هتتعرض على النيابة. لو عايز تشوف اي محامي ياريت تشوف بسرعة قبل القضية بكرة. هشوف محامي؟ اشوف محامي مين؟ انا معرفش اي حاجة خالص. بص، هو في محامي جه النهاردة قال ان هو هيمسك القضية بتاعتك. بجد؟ ايه المحامي ده؟ ده كل المحاميين رفضوا ان هم يمسكوا القضية بتاعتي عشان انا كده كده هتحبس خلاص وهتعدم. هو قال ان هو يمسك القضية بتاعتك.
شوفه بقى واتكلم معاه. ماشي حاضر. ازيك، انا المحامي اللي قلت همسك القضية بتاعتك. بجد اخيرا؟ قولي بقى لو معاك اي دليل او اي حاجة قولي عليها عشان اقدر اطلعك من هنا. بجد هما في القضية بيقولوا ان انا قتلت حد وخدت الشنطة اللي فيها الجثة، بس انا ما عملتش كده. ايوه انا مصدقك. المهم، في دليل في مسرح الجريمة ان الساعة بتاعتي كانت واقعة هناك، وانا الساعة بتاعتي مش واقعة ولا حاجة. انا الساعة بتاعتي هناك عند جدتي، مع جدتي كنت شايلها. اه بجد؟ يعني معاك ساعة ودليل ان هي ممكن تطلعك؟ اه يا ريت بقى تروح تشوف الساعة وتقول ان دي دليل وتطلعني. انا ما عملتش اي حاجة، دول بيكذبوا. انا مش عارف ايه اللي بيحصل معايا ده. طيب خلاص، اوعى تقول لاي حد على السر اللي انت قلتهولي ده على الساعة. لا انا مش هقول لاي حد، انا واثق فيك. طيب خلاص، انا هروح اجيب الساعة وهثبت براءتك. ما تقلقش من اي حاجة وما تفكرش في اي حاجة. شكرا بجد، انا مش عارف اقولك ايه. انا هستأذن بقى عشان اروح اشتغل على قضية. ماشي. بص، انت قتلت الراجل ده وحطيته في شنطة. انا عايز اعرف انت قتلته ليه. انا ما قتلتوش والله. مين اللي قال كده؟ الكاميرات بتقول ان انت اللي قتلته وحطيته في شنطة. ما حصلش، ده هو راجل كبير قال لي انا مش قادر اشيل الشنطة وانا خدتها منه. حتى انا معايا دليل مع المحامي، هو عارف الدليل كويس. طيب خلوا المحامي يتكلم. بصراحة انا معيش اي دليل. هو قال ان كان في ساعة عند جدته، بس هي انا رحت ما لقيتهاش موجودة. ايه؟ انت كداب، الساعة مع جدتي هناك، ازاي ما لقيتهاش؟ هو ده اللي حصل، انا ما اقدرش اساعده اكتر من كده. هو شكله قتل فعلا. انت ازاي تعمل كده؟ انت قلت ان انت هتساعدني، انا ما قتلتش حد. انا هحكم عليك ب25 سنة سجن. هي دي اخرة مساعدتي؟ انا غلطان ان انا بساعد الناس. انا مش عارف انا ازاي يحصل فيا كل ده، في الاخر بقيت في السجن. ليه؟ عشان ساعدت واحد كبير؟ ايه انت بتقول ايه؟ ايوه، انا دخلت هنا عشان ساعدت واحد راجل كبير، خدت منه الشنطة واتهموني ان انا قتلت الراجل. ده نفسه بالظبط اللي حصل لي. ازاي؟ واحدة ست كبيرة ما كانتش قادرة تشيل الشنطة، ادتني الشنطة عشان اوديها لحد بيتها، وانا رحت وديتها. وبعدين لقيت البوليس جاي ياخدني وبيقولي ان انا قتلت واحدة. ده اكيد في عصابة ورا الموضوع ده، بيقتلوا الناس وبيتهمونا ان احنا اللي عملنا كده. احنا لازم نعرف مين الناس دي. وكمان المحامي اللي جه عشان يساعدني في القضية كان بيضحك عليا، خد الدليل بتاعي وحرقه. يعني ايه؟ يعني المحامي ده ما كانش بيساعدني وكان بيضحك عليا؟ احنا لازم نلاقي الناس دي ونعرف هما فين عشان ننتقم من اللي حصل لنا ده. انا اكيد مش هعيش واموت في السجن هنا. طيب انا فكرت كويس ولقيت المكان ده، وهنعرف نطلع منه على الشارع على طول. بجد يلا بينا، احنا لازم نهرب من السجن. انا عندي واحد صاحبي ممكن يساعدنا لما نطلع برا. بجد يلا نروح له على طول. اهو الباب مفتوح اهو، يلا نهرب. يلا بينا. احنا هربنا من السجن وجينالك، يا ريت تساعدنا.
ده صاحبي الوحيد. بص، انت من ساعة ما دخلت في السجن وانا قاعدة ادور ورا العصابة دي عصابة كبيرة قوي، الموضوع هيبقى كبير. انا بقول احسن لكم ان انتوا تهربوا احسن. هديكوا تذكرتين وسافروا برا البلد. نهرب؟ نهرب ازاي؟ لازم نثبت براءتنا الاول. انا حاسس ان الموضوع هيبقى صعب وكبير قوي عشان تثبتوا براءتكم. انا جمعت كل الدلايل في قضيتك وقضية اللي كان معاك في السجن ده، وجبت دلايل وجبت الكاميرات، وان هي بتصوركوا وانتوا بتشيلوا الشنطة من ناس تانية، يعني مش انتوا صحاب الشنط دي. وانا ناوي اروح بكرة واقدم المستندات دي، وان شاء الله تطلعوا براءة. ما تقلقش، ان شاء الله النهاردة هيثبت براءتنا ان شاء الله. انا مش قلقان. انا جيت. ايه؟ قول لنا عملت ايه. انا قدمت كل الاوراق وكل المستندات، وانتوا الاتنين خدتوا براءة. احلف بجد ده اللي حصل؟ احنا خلاص خدنا براءة وينفع نطلع ونسافر عادي براحتنا؟ ايوه طبعا. انا قلت انا هعمل لكم كل حاجة عشان اساعدكم، واخيرا ساعدتكم. انا مش عارف اقولك ايه. انت اطلب مني اي طلب وانا هعملهولك. انا مش مصدق اللي حصل. ده احسن يوم في حياتي بجد. انا مش عارف اقولك ايه يا صاحبي. تقولوش اي حاجة، انتوا كنتوا مظلومين واخدتوا حقكم. اخيرا خلاص تقدروا ترجعوا بيوتكم دلوقتي.